السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كل سنة وانتم طيبين وربنا يبارك وانت لكم يا رب. طيبه. الله وانت يبارك طيبه فيك يا حبيبتي، رب، وعليكم اتفضلي. السلام. الله بنحبكم في الله كتير والله. ربنا الله يكرمك يا يحبك حبيبه قلبي. ويرزقك بص الخير. انا ليا سؤالين، السؤال الاول لو واحدة مثلا هي بتعمل شغل بس يعني رزقها يعني فيه شوية غش، فيه شوية حاجات كده يعني يعني هي يعني مصدر حرام شوية، بس هي بتصلي وبتصوم وبتقرا قيام الليل وكده. ماشي، حرام زي فهي ايه يعني مثلا يعني يعني؟ مثلا غش، يعني ايه حاجات كده ايه فيها تجارة شطارة كده يعني مش يعني حرام يعني. مثلا تجيب مثلا حاجات كريم معين مثلا وتقول لهم ده مستورد وهو مثلا يعني الحاجات اللي مصري كده، مثلا. فدي اكيد طبعا رزقها حرام وكده ماشي. اوكي. بس هل هي ما بتصلي وبتصوم وكده دي حاجه ودي حاجه؟ يعني ده ربنا يعني ايه، هي مستحرمه خايفه تقطع الصلاه تقول انا يعني فاهماني، وخايفه الصوم يعني، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ ده طب السؤال ماشي، الاولاني. طب هي بس السؤال برضو، هي في التجارة بتاعتها ليه ما بتحاولش تكون أمينة في التجارة؟ لا ما الرزق هتخسر، أصله يعني كده كده هتخسر. هيجي. هي ما عندهاش اليقين ده مش بالله عارفه يعني. إن انا الرزق قلت كده كده لها هيجي من الحلال أو من الحرام هيجي. انا قلت لها لا، الصلاه حاجه والصوم حاجه وكده، خايفه كمان. قلت لها انا مش عايزه، انا حاسه ان صلاتي مش هتتقبل ولا صيامي ولا اي حاجه، فانا بقول ده لها حاول مدخل اقول لها ايه. الشيطان بقى. فانا عايزه يعني حد فضيله الشيخ عشان هي هتبقى تشوف الحلقه. ده السؤال الاولاني. السؤال بس عايزين التاني. نقول لها ان نعرفها ان دي حاجه ودي حاجه، أيوه ولا ماشي. كل يعني الصلاه والصوم وقيام الليل والحاجات دي حاجه ودي حاجه. تاني ماشي. سؤال، لو في اب سايب يعني فلوس يعني ايه كان برضو ايه رزقها ايه برضو ايه محرم شويه، بس مش عارف. فالعيال لو تورثوه هل دي حرام عليهم هم بس ما يعرفوش مين حق ولا حاجه؟ يعني كان برضو تجاره، وانت عارفه اكتر الشغلانات دلوقتي فيها فاهم التجاره السؤال ايه التاني؟ شطاره. لا احنا مش فاهمين السؤال التاني، ايه السؤال التاني بقى؟ السؤال التاني، لو اب سايب فلوس في بنك متورثه او حته ارض او اي املاك، ماشي. بس كان تاجر، برضو التجاره فيها شطاره شويه ايه نصب شويه، انت كده عارفاني كده التاجر بيبقى كده. فهل الفلوس اللي اولاده هيورثوها دي برضو محرمه ولا ايه؟ أي ماشي يا يعني الورثة، حبيبتي. لا استني، يعني الورثة ورثوا مالا أو اه من أبيهم، المال ده أصله حرام؟ مش اصل حرام، هي برضو التجاره اكترها نصها يعني. بصي معلش ما فيش يعني حد كان في بيراهن. المال ده في غش وبتاع وحاجة زي كده. ايوه الله طيب ينور تمام، على وهم حضرتك. المال ده يعني خلاص راح لهم عن طريق الورث، بقى إرث ايوه خلاص. تمام، حاضر. ماشي يا حبيبتي. هي بس في نقطة، ان هي ايه، بتقول ان مثلا الناس دول سواء الست اللي عملت كده او حتى الراجل اللي هيورث ولاده فلوس، ان هم بيقولوا ايه التجاره شطاره. التجاره شطاره مش معناها ان التجاره حرام، ان احنا نعمل فيها حاجه غش او حرام. الشطاره دي يعني شطاره، يعني شطاره البايع ان هو يعرض ازاي السلعه بتاعته حلو، ان هو يعمل تخفيضات، يعمل عروض، يتعامل حلو مع الناس. لو الناس حاجه بايظه يرجعها لهم علشان يكسب الزباين. يعني هي دي الشطاره، انه يروح هنا يسافر هنا يجي هنا يتعب عشان يجيب منتج حلو بسعر اقل ويعرف يكسب فيه كويس. هي دي الشطاره، مش الشطاره ان انا غش. ومن دي غشنا خيابه على فكره. ومن غشنا فليس منا. ايوه طبعا. ودخل المال الحرام على المال الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال اكلوا فبعثره. اكلوا وبعدين الحرام بياكل طبعا الحلال. الانسان لما يكون تجارته فيها شيء من الحرام، لا شك ان الحرام يمحق اصلا البركه. انت بتاخد اصلا بتشتغل ليه؟ عشان بدل ما اكسب 500 هكسب 700. طب يا ابني 500 في حلال بدل ما يكونوا 700 في حرام. 700 في حرام اللي انت بسبب ال 200 اللي دخلوا زياده حرام دول يمحقوا بركه اصلا ال 500 الحلال كمان. فانت لازم تبقوا فاهمين الكلام ده. والانسان ليس له الا ما قدر الله رب العالمين له من الرزق. فانت هتروح وتيجي، انت قال الله عز وجل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهو ده الله عز وجل يقول انما يتقبل الله منين؟ من المتقين. ورب اشعث اغبر. خلي بالك ان هو انت عارف ان الانسان احيانا ممكن ياكل بالحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وغذي بالحرام، وبعدين يقول لك يا رب بقى بارك في صحتي وجسمي وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب له. يعني أنى يستجاب له ليه؟ لأنه إنما يتقبل الله منين؟ من المتقين. لكن معنى كده اللي أنا داخل عليها الحرام أو أنا باكل حرام، مع إن ده كبيرة من الكبائر، وخلي بالك إن ده يمحق البركة، وإنك ستسأل يوم القيامة، وإن المال ده كله هيروح في خلاص فبعثرة. هل معنى كده اللي أنا بقى أترك الصلاة
طبعا احيانا يستدلوا بالحديث من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وهذا ليس حديثا، يعني هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسب لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونسب لأنس من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، إلا بعدا. لكن أنا أصلي عشان الصلاة دي إن شاء الله تنهاني عن الفحشاء والإيه؟ تنهاني عن الفحشاء والمنكر. فده حاجة وده حاجة، مع جرم والعظم أكل الإيه؟ أكل المال الحرام. أما الحاجة التانية إن هو المال الموروث يا جماعة، إذا صار المال إلي عن طريق الإرث فصار إلي حلالا، حلالا. طب أنا أطلع دي حاجة ترجع لك أنت من باب الورع بقى. إحنا دخلنا بقى مرحلة أعلى اسمها الورع، عاوز تتصدق عشان تتخلص تعمل، لكن هو في النهاية في الأصل هو صار إلي إيه؟ صار إلي حلالا. اللي هيتحاسب اللي عمل المال. طبعا نعم، طبعا في قواعد اللي عمله تفصيلية في بالحرام المسألة دي مش طيب. مجالها دلوقتي.